مرحبا، لكل حدا عم بيتابعني، قديم أو جديد. تابعني، أنت في المكان الصحيح طالما في كلمات عم قولها عم تلامسك. في مجتمعنا العربي غالبا نتيجة بعض المرجعيات الدينية الخاطئة توهم الأهل أنه هن لهم سلطة كبيرة على أولادهم، فصاروا يحاولوا يتحكموا كتير بحياتهم. من الصعب تلاقي شاب عربي أو بنت عربية هن صانعين حياتهم بالطريقة اللي هن بدهم إياها. هن غالبا صانعين حياتهم بالطريقة اللي بده إياها القطيع، التدرج العادي، لكن ما مثل ما هو بده فعلا وكان بمخيلته. لهيك غالبا بتلاقي حالك وقعت مع أهل متحكمين متسلطين، من مختلف المسميات، يعني اللي حابب تسميها أنت. لهيك بتسمع أحيانا بمصطلح، مؤخرا صرنا كتير نسمع بمصطلح أهل سامين. لازم نعرف نفرق، هل أهلنا فقط متحكمين أم أهلنا أيضا سامين؟ يعني المحيط هذا لا يصلح لأن نعيش فيه، وأن كنا ويتحتم علينا العيش فيه ومجبورين في العيش فيه لأي سبب كان، لازم نفهم بعض الشغلات حتى نعرف كيف نستمر. الأهل السامين غالبا بيحاولوا يحسسوك بالذنب والكثير من شعور التأنيب. نحن ضحينا مشانك، نحن عملنا مشانك، تعبنا مشانك. وانت بتطلع حواليك منيح بتلاقي انه هن ما قدموا لك اكتر من مسكن، سقف، اشياء اساسية، طعام، شراب. القطة بتقدم هذا الشي لأولادها، واي مكان ملجأ بده يقدم هذا السقف وهذا الطعام. فهن بتطلع انه ما رعوك حق رعاية كطفل مضروب منية بوجود أبوين، أم وأب. طيب، بحاولوا وقت اللي تعمل أنت بدك تعمل شغلة يحاولوا التقليل من هذا الشيء، تقليل مادي، تقليل شعوري، يضربوا بشعورك، يضربوا بفكرك، يضربوا باللي بدك، حتى لو بدن أي شيء بهمتك بالطريق اللي انت بدك تروح عليه. بحاولوا يعني يستنقصوا منك، وغالبا هن بيكون عندهم غصة داخلية انه كيف انت بدك هلأ تنبثق وتكون انت الشخص الفظيع بيناتهم. يعني انت بدك تعمل شغلات نحنا ما عملناها، انا خير منه. بيكون في هاي العيال ربيانة بتكون بفكرة كل واحد بيقول انا خير منه، ولانه كل واحد بيمسك الايجو الشيطانية بشكل غير صحيح وسلبي، ما بتلاقي حتى هو صنع شي. لهيك تمرق كتير من حياتك وانت ما بتكون فهمان هاي اللعبة اللي انت محطوط فيها. تصير بتقول طب انا كيف بدي اطلع من هذا الجو؟
اللعبة أول شي دائما بيقولوا لك، يعني مستحيل تلاقي شخص في البرمجة اللغوية العصبية ما يقلك بدك تعتبر الحياة لحياتك انت مثل الريموت كنترول. ريموت كنترول تمسكه، هذا جوال قديم جدا، ما بعد لا تسألني خدته من بابا. ريموت كنترول انت بدك تمسكه. اوكي، هل حياتي اصلا ريموت كنترول؟ إيه. هذا الريموت كنترول ايش فيه؟ في مشاعرك، آه. مثل ايش هي المشاعر؟ وين بيأذيك رح أضربك عليه. بدك تعمل تغير تطور انت من حياتك وتحسن مستواك المادي وتعمل نسخة أخرى من حالك. أنا كشخص سام بالنسبة لا إلك في عائلتك، مثلني باللي بدك إياه، أمك، أبوك، أخوك، أختك. يلا، مو أنت ما أنت متحكم بحياتك أصلا، وأنا معي هذا الريموت. بس أنت بنت، كيف بدك تعملي هيك؟ ضغط على العار. كيف بدك تعملي هيك؟ هذا زر العار. خليني أقول هلأ هيك، يعني أنت بدك تطلعي على السوشيال ميديا وتحكي وزنك وزنك 70 كيلو. ضغطنا على العار حسب إذا الآخر بيتضرر من شكله والوزن، أو يعني هو متحرر، على حسب. بدهم يحاولوا يجيبوك من جميع الجهات، ما انك شايفة انك عصاي طقي. يعني هالعالم يعني حيقولوا مين هاي اللي طالعة من مجاعة عم تحكي. عار، كل شي يضرب في الشكل هو عار. بيضرب لك العار، فانضرب العار بيجر معه أحيانا الخوف من أنك تقدم على الشغلة. بتصير بتفكر بالمعيقات أكتر، وقت بتبلش تفكر بالمعيقات أكتر تسحب الخوف، واللي هي سلم هاوكنز: العار، تأنيب، الحزن، الخوف، الغضب. بيحاول يعمل لك. البعض إذا عنده سلطة أكبر بده يهددك، لك إذا بتمشي في هذا الطريق رح أعمل وأعمل وأعمل وسوي. ضغط لك على الخوف، أنت صرت خايف من التهديد. هيك هلأ بعد كل هذا الشي اللي عملته لألك بدك تروح تمشي في هذا الطريق؟ هيك بهون عليك؟ يلا بضغط لك تأنيب ومشاعر ذنب، وهيك بتبلش اللعبة. بدك تكون صاحي وتعرف كل شعور كيف شكله، وش الكلمات تبعيته لا تحدد هذا الشعور. صح، عم بيضغط لي عار، بدك تفضحنا، بدك تشمت العالم فينا. صح، حلو، ممتاز، عم بيضغط لي عار. فأنت بتصير بتعرف تقول خلي يضغطوا اللي بدهم إياه، خليهم يضغطوا اللي بدهم إياه، حياتي بدي أمشي فيها. هي هيك اللعبة. حلو، ممتاز. ما رح أسمع كلام حدا ومسكت ريموت الكنترول. هل تعتقد أنك تمسك ريموتك الكنترول شي ببساطة؟ لا، حتشوف مطبات كتير وحتوصل لمراحل يأس، تحس حالك أوف أنا ماني قادر، خلي أي حدا يسوق حياتي، أنا ما بدي. بيوصلوا هاي المرحلة كتير من البنات، تفقد شعورها بالقدرة،
والمطبات الحياة وصعوبتها، فبتحب إنه يدخل آخر أي حدا على حياتها وتقوله خد ريموت الكنترول سلمتك إياه. لهيك غالبا بيدخل في حياتها شخص متحكم أو متسلط أو بيسموه نرجسي اللي بدك إياه. والرجال تلاقي شخص ما عم بدير عقله، مو هو عم بدير حاله، هو بتلاقيه ظاهريا متجسد ولكن عقليا فكريا في حدا عم بيدير له اللعبة، حتى لو في بزنس، حتى لو بعيلة. طيب لأنه هو عم بيخلي حدا ماسك ريموت كنترول مشاعره، ريموت كنترول فكره، مختلف الأشياء. طب أنا بدي أمسك اللعبة وأمسك حياتي كلها، وتعرضت للكثير من التهديدات. ما في إنسان ناجح على فكرة أو تشوفه في بداياته اللي هو طلع من تحدي ما. الناجح هو خرج من تحدي وانبثق. مستحيل ما يكون مرق بتحدي، مستحيل. هاي أنا بقولها يعني. طيب ممتاز. تم التقليل منه، تم التصغير من شأنه، تم الكثير من الأشياء. يعني في البداية يحاولون أن يسخرون منك، ينتقصون منك، ثم يقلدونك. وهاي المقولة صحيحة. لما بتنجح، ولما بتنجح بصير بيقولوا هو ده، هو ده ياي، هو ده أخويا، هو ده أختي، هو ده ابني، بنتي. كثير من الأشياء. حلو ممتاز. مسكت ريموت حياتي، بس إيش بدي أعمل؟ مسكته إيش بدي أعمل؟ رح أعمل اللي هو مستحيل تعرف تمسك ريموت حياتك بدون ما تكون عارف سلم هاوكنز. أول شي للمشاعر والوعي المنخفض. أي حدا بحاول يضغط عليك فيهم لا تسمع كلامه، اعمل عكس ما يقول. لا ترقص، ارقص وما تسأل ليش. لا تسأل كتير ليش. ما تمشي، امشي هيك. بس هيك انت بتخليني امشي الحياة بعناد. اذا كنت حابب ان تمتلك شيء من حياتك. بس انا فعلا حاسس بالعار، يعني انا فعلا حاسس بالعار من جسمي، من وزني، من شكلي، من منخاري، من تمي. انا لازم اعمل 1 2 3. لان المرأة احيانا تقع في هذا الشعور في العار، لان المجتمع فرض علي شكل معين دائما، وفرض علي اشياء كتير. فهي ما أنا حاطة والله فيلر، كيف بدها تطلع على الشاشة؟ ما أنا عاملة بوتوكس. وزنها معه 54 55، وزنها فوق 50. كيف بدها تعمل في حياتها؟ بكل بساطة بدك تحاول تتحرر من شعور العار. كيف بدي أتحرر منه؟ اعمل الشي اللي بريحك. حاسس انك انت اذا حطيت فيلر وبوتوكس على وشك حترتاح؟ حاسس اول شي انك انت ما رح قلك حب حالك مثل ما انت. انا بعرف الانسان حتى يوصل لمرحلة يحب حاله مثل ما هو. انا دائما بقول ان اتقبل هذا لا يعني ان الغي التطلع لشكل معين. يعني ان اتقبل حالي الان واحكي مثل ما انا هلا، لا يعني اني انا استمر بتطوير نفسي، اني اطمح لشكل معين في بالي. بدي ضل اعمل رجيم معين او غذاء معين او رياضة معينة. فحاول ان تتقبل نفسك وان تستمر في نحو تطلعك عادي. ولو ان كان تطلعك تخدمه عملية اعملها عادي. بتوصل اصلا احيانا كتير بعد العملية، بعد ما تكون عملت عملية تقول اوف والله كان شكل القديم حلو. اتس اوكي.
شعور الندم أحيانا حيرافقك إن عملت وإن ما عملت، فأنت اختار أنت وين بدك إياه يرافقك. في شيء اسمه عجلة حياة. أنا بعد ما عرفت سلم هاوكنز وعرفت كيف يضربوا على أعظم المشاعر المتدنية عندي، وعرفت أقول لأ، لازم أعرف كيف أقود حياتي. بالتالي لازم تعرف شيء اسمه عجلة الحياة. عجلة الحياة هي مقسمة لعدة أقسام. قسم أسرة، قسم اسمه الجانب البارز الآخر في حياتك، قسم اسمه البيئة المنزلية، وقسم المال، وقسم المهنة، وقسم الرياضة الصحة، يعني قسم الروحانية. بلش تشوف شو أهم قيمة عندك تعملها في عجلة الحياة. الرياضة والصحة تندرج، أنا بعتبرها من أيضا قيمة تتبع للجمال، يعني ممكن يهمني الجمال أكتر. المال والمهنة، المال قيمة منفردة عن المهنة. أنا عندي وظيفة بس بحب أعمل إنتاجية مال أكتر، إذا أنا بدي أدرس المال أكتر، أتبحر فيه أكتر. عجلة الحياة تبلش تفهمها شوي شوي، تكون أنت عم تبلش تفهم حالك أكتر شوي شوي. بدأ هون يبلش عقلك يحط لك معيقات كتير حتى ما تمسك تقود عجلتك. بكون خايف أصلا من اللاواعي، خايف. طفلك الداخلي مو متعود هو يمسك الحياة، مو يمسك زمام حياته وزمام أمور حياته. حيبلش يعطيك أنا خايف، أنا حاسس، بده يصير ما يعمل لك هو لحاله، يصير هو لحاله يضغط لك على المشاعر، مو الناس. هو لحاله حيعطيك هاي الأفكار السلبية. هاي نوع من التدمير الذاتي مثلا، هو لحاله حيبلش. هون انت رح تعرف نتيجة طفولتك انه طفولتك ممكن كيف انت على حسب المشاعر ايش انزرع في مشاعرك انت وصغير في اللاوعي عندك. اللاوعي هو مرتبط في العقل في الطفل الداخلي، لأنه أول 7 سنين الطفل أصلا لا يمتلك المنطق، لا يمتلك الوعي، هو فقط يمتلك اللاوعي. لهيك هن مرتبطين. فأنت بدك تخاطب هذا اللاوعي اللي هو طفلك الداخلي. كيف بدك تخاطبه؟ بناء على خطة. تقول له شوف، أنا ما رح خليك تخاف، أنا رح أمسك جانب المهنة أولا بالتدريج. مفكر أنا رح أمسك كل العجلة هلأ، كل العجلة أنا رح قودها في دفعة وحدة؟ في شيء اسمه قانون التدريج. حأمسك العجلة، أمسك قود حياتي، عجلة حياتي. أول شيء بدي مهنة، بدي وظيفة، هاي القيمة بتهمني، إن يكون عندي وظيفة، دخل، راتب، باخد منه مصاري، ومن هاي المصاري أنا ببدأ أقسم حياتي، مصروف، دنيا، هيك ببدأ أقسم من هاي المصاري أشياء، أدفع لكورس لجانب النمو الشخصي في عجلتي، وهيك ببدأ بتطور بالتدريج. وهيك بتكون اللعبة بلشت تفهمها بقانون التدريج أولا، وبتبدأ بالتوازن. وأقيم الوزن بالقسط. تبدأ بالتوازن، تمسك قسم قسم بعجلة حياتك، وتكون أنت بالتدريج جدا بلشت تكون مثل ما بدك وأكتر.